مؤلفات الغزالي صحح هذا الخطأ بأن الإمام الغزالي رحمه الله هو الذي أجاز لعن يزيد. شيخنا العزيز، والله العظيم يعني أتعجب من بعض الأشياء. مثلا يعني أسمع إلى علماء الشيعة الكرام أخ خالد اسمح لي الآن، يعني الوقت جدا الوقت، يعني أنا أعطيتك فوق المطلوب. تستطيع أن تأخذ إيميلي من الإنترنت وتراسلني على أسئلتك وأكون بخدمتك. ملاحظة واحدة. نعم. بس ملاحظة واحدة إذا سمحت لي. أشكرك. بس ملاحظة واحدة. تفضل. والله العظيم ملاحظة واحدة. أنا أطالع مثلا علماء الشيعة الكرام، يعني مثل العلامة الشيرازي ومحمد تقي المدرسي والعلماء الأخرى مثل الإمام الحكيم قدس سره والعلماء الأخرى، بارك الله يعني يطرحون مذهب الشيعي على نوع آخر. ويعني أعتذر إليك من هذا القول. بعض الأناس يأتون إلى تلافز ويأتون إلى يعني القنوات الفضائية. بس اعطيني مثل واحد. خالد اعطيني بس مثل واحد. ما هو الأمر المخالف الذي يطرحونه؟ وبس مثل واحد. لا، أعطيك مثلا واحدا. أنا قرأت الكتاب أصل الشيعة وأصولها، والإمام أصل الشيعة وأصولها معلوم عند ابن العلامة محمد حسين آل كاشف الخطأ. نعم. عندما تكتب اسم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكتب بعده رضي الله عنه. أجابك محمد حسين آل كاشف الخطأ. يعني ملاحظة أخرى يجب على المستمعين أن يلاحظوا هذا الموضوع. الشيخ الأزهر الإمام الشيخ الشتوت رحمه الله أفتى بأنه يجوز لكل مسلم أن يتبع مذهب أهل البيت. مذهب أهل البيت كإحدى مذاهب الأربعة لأهل السنة. يعني يفتي للمسلم أنت كيف تشاء، يعني تتابع مذهب أهل البيت وتتابع المذهب الحنفي، يعني كالمذاهب أهل السنة. يعني في هذا العصر مقابل هذا الفتوى نرى تشنج ونرى أشياء كثيرة. راح أجابك أخ خالد اسمعني أخ خالد. نعم. تعرف لأنني أحب حديثك وأستأنس به، ولأنك وسأعاتب كثيرا بأني أعطيتك هذا الوقت الطويل. أتشرف بك. حاول أن تأخذ إيميلي من الإنترنت وراسلني، وبنفس الوقت أنا سأعلق على كلامك وأشكرك جدا. وحاول بكرة أن تتصل وضع بعض الذي تريده، لأن لا يمكن أسمع كل الذي تريده، الوقت يمضي بنا سريعا. بارك الله. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام. ممكن أتعرف على سيد ميثم الموسوي اتصلت بك البارحة. نعم سيد ميثم الموسوي البارحة اتصلت بك. ميثم الموسوي، أهلا وسهلا بك يا سيدنا، تفضل. عليك على صوتك طبعا أولا. لا بخدمتكم، تفضلوا. الله يسلمك. أنا بس عندي تساؤل بسيط. تفضل. بالنسبة للناس اللي حاربوا أبو بكر. نعم. الناس اللي صارت معارك الردة اللي سموها معارك الردة. نعم. تسمعني يا شيخنا؟ أسمعك. نعم. دول طبعا اعتبروهم مختصر، هاي واحدة الشواطئ بالتاريخ. أنا بس بسأل اشمعنى اللي حاربوا علي بن أبي طالب بالجمع اعتبروهم دول ناس يعني مسلمين، حكموا شنو بالنسبة للدين مالتنا؟ وفقك الله. أنا أعلق على كلامك. وفقك الله سيد ميثم. سلامنا إلى الأخوة جميعا. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ وافق الشمري. ممكن أتعرف على اسمك؟ عباس عمارة. عباس من أهالي العمارة؟ عمارة. ايه. عزيزي الشيخ وافق. أهلا بك يا أبا فاضل، تفضل. الشيخ أنا ما أعتقد الحلقة، بس حبيت أشوفك وأسمع صوتك لمدة 4 سنوات. أنا ما شايفك ولا سامع صوتك، بس شفتك مباشر على الهواء. الله يرفع قدرك يا عباس يا أبا فاضل، لا تنسونا من خالص دعواتكم. والله هذا فرحان بهذا البرنامج. الله يوفقك ويسدد خطاك يا أبا فاضل. والله
تلتون بيد الأوغاث والوهابية. الله يرفع قدركم يا عباس، وأشكر واحدة هذه البنت هذول الأوغاث. الله يرفع قدرك يا أبو فاضل، وأشكرك كثيرا وأشكر مشاعرك، وأسأل الله بحق الحسين الوجيه وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك. أعلق على كلامك. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتعرف على اسمك؟ شلونك مولانا العزيز؟ الله يرفع قدركم ومقامكم في الدنيا والآخرة. تفضلوا. مبروك عليكم رمضان. وعليكم إن شاء الله، إن شاء الله يمن عليكم بالخير والرحمة. طبعا شكرا جزيلا لتحسين صوت البنات البارحة خابرتك، وشكرا لك وللغانمين جميعا في هذه البنات المباركة. الله يرفع قدرك إن شاء الله. بس أتعرف على اسمك. الحاج أبو واثق من العراق. الحاج أبو واثق من العراق. أتشرف بك يا مولانا، تفضل. سيادة فضيلة الشيخ، أنا عندي مداخلة بنفس موضوع حضرتك موقف عائشة. نعم، بس بدون أبو الحجي، حجي أبو واثق، بس بدون تجريح بالشخص، أذكر وقائع تاريخية. لا ماكو تجريح، سؤال وجواب، ماكو تجريح إن شاء الله. تفضل. تحاولت كثير مع الإخوة من أبناء العامة ومن المتفقهين. نعم. نعم مولاي. وياك، أسمعك. من الأخوة المتفقهين وأئمة الجوامع، خطباء، أئمة صلاة الجمعة والجماعة عندهم، فحديث طول كثير، فكان هناك سؤالين. السؤال الأول الأخ اللي هو خطيب وإمام ومتفقه وصاحب مكتبه، والمكتبه ما يعني لا يدخل عن 100 كتاب، يعني مو شخص عادي. زين. لماذا هناك موقف معركة الجمل مع بين جهتين، جهة بقيادة عائشة زوجة الرسول وجهة بقيادة الإمام علي عليه السلام. فأنت كشيخ إجاك هذا السؤال إن من كنت الحق، فأجاب يعني بطريق بس مقتصر، قال والله من خلال اطلاع الكتب الحق مع الإمام علي عليه السلام. هذا السؤال الأول للشيخ. فالسؤال نفس الشيء، الشيخ نفسه ما عدمت الأوصاف، يعني قصد سابقا إنسان متفقه متعلم، معلم ومرشد وخطيب. فسألت السؤال الآخر، قلت له الإسلام عدة مذاهب، والمذاهب عدة فرق، وهناك اكو حديث متواتر جميع الفرق انما وفرقه الى الجنه. فتقدر تجاوبني انت خطيب وعلى منبر تقدر تقول من الفرقه الى الجنه؟ فالشخص واتمنى ان يسمع هذا الحديث قديم يعني، فجاوب على ما اعتقد وعلى ما دققت انه الشيعه الاماميه الاثنا عشريه اعتقد انهم يدخلون الجنه. فمن باب انه من باب يكفر الشيعه، ومن باب انه الشيعه يدخلون الجنه، وهذه مداخلتي وانا اشكرك واطلب التعليق على الله يوفقك. انا اعلق ان شاء الله، اعلق على. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخي، اتعرف على اسمك. فيصل العبيدي. فيصل العبيدي، اهلا وسهلا بك، تفضل. منين؟ من العراق. من العراق، تفضل اخ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نحن نهنئ لكم هذه القناة المباركة، وندعو من هذا المنبر الشريف تقديم عروش الطغاة الذي بناها بني أمية. فكريا أخ فيصل عفوا للمقاطعة، فكريا إن شاء الله، يعني فكريا إن شاء الله، لأن هم بالتالي في الواقع هم نحن نعيش معا، لكن من الناحية الفكرية إن شاء الله كما تقول. إن شاء الله نحن نريد تقديم
عروش الطغاة التي بنت خلال 1400 سنة هذه بناها بني أمية على على مذهب أهل البيت ومحاربة مذهب أهل البيت وضد مذهب أهل البيت. هذه العروش التي بنيت يجب تهديمها من خلال هذه الفضائيات المباركة. ونحن هذا المنبر ندعو إلى جميع الفضائيات الشيعية لأهل البيت أن لا تصانع وأن لا تجامل على حساب مذهب أهل البيت، حتى لا يكون هذا إقرار منا لهم بهذه الفضيلة الموجودة في كتبهم. وندعو إلى جميع مشايخنا وعلماؤنا أن يقولوا قول الحق وأن يضربوا بيد من حديد هؤلاء الناس الذين بنوا عرشهم. كفى الصف وكفى المجاملة. ومن هنا أنا أسلم على الشيخ الفاضل الشيخ ياسر الحبيب أيضا الذي هو من مقدمي هذه العروس الطاغية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الو. انقطع الخط، يا حبذا لو تعاود الأخت الاتصال، ما سمع صوتها، يا حبذا لو تتصل.